احنا النهارده بقى عملنا شويه رز بلبن بقى. شوفوا بسم الله ما شاء الله، الله جميل جدا وزي المحلات بقى، وحاجه حلوه خالص. ممكن تدوق عشان انتوا عارفين ان انا مش بعرف ادوق. تعالى تعالى دوق، ايه رايك؟ جميل قوي. سمعتوا جميل قوي. شفتوا بقى؟ لما بقى تيجوا يا جماعه كده نشوف الطريقه عامله ازاي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. انا معايا النهارده عايزين ناكل رز بلبن ونحطه في التلاجة ويبقى ساقع كده، يعني حاجه يعني تكون ايه حلوه كده نحلي بيها يعني. دلوقتي معانا كوبايه من ديت كوبايه رز منقوعه، يعني انا نقعتها شويه وايه واهي، يعني كوبايه رز. طبعا فضيت منها شويه في الحله اهي، وهحط عليها ميه. هحط 4 كوبايات من الميه اهو. بسم الله اهوت اهو. وهجيب كمان كوبايه احطها، وادي الكوبايه الرابعه اهو. دلوقتي بقى انا هحطه وهولع عليه على البوتاجاز وهدي عليه لحد ما الرز بتاعي يستوي وبقى تمام. احنا الرز ابو لبن مش بتعلي عليه يا جماعه، الرز ابو لبن بتوطي عليه خالص والدنيا تبقى تمام، يعني هاديه خالص عشان الرز بتاعك يستوي وبقى يبقى حلو خالص. احنا معانا رتلين من اللبن هنكمل بيهم بس اما الرز بتاعنا يستوي كويس جدا في الميه اللي احنا حطيناها بقى على النار. كده الرز بتاعي اهوت بسم الله ما شاء الله اهو استوى كده. شفتوا جماله؟ شفتوا كده استوى كده وبقى تمام معانا. هننزل بقى بايه ب2 رتل من اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وبرده ههدى عليه خالص واسيبه لما يستوي كده تمام في اللبن وياخد ويدي كده مع بعض. انا هحط بس فانيليا، معايا ظرفين من الفانيليا هنزل بهم اهوت. هنزل بكوبايه من السكر، حطيت ظرفين من الفانيليا وهنزل بكوبايه واحده من دي سكر. والسكر اختياري، لو حبيتي يبقى مسكر اكتر من كده دي براحتي. وهسيبه برضو كده زي ما انا مهديه عليه، واسيبه بقى لحد ما يستوي كويس جدا، وبعدين نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. يا جماعه انا قلت لكم انا هسيبه يستوي كويس مع بعض، بس انا ايه قلت احط الكريم شانتيه معاكم اهوت. حطيت معلقه وادي معلقه من الكريم شانتيه. انت حابه تحطي كمان يعني براحتك، يعني حابه تزودي، بس انا شايفه ان المعلقتين كويسين جدا على ايه، على 2 كيلو من اللبن اهو. معايا برضو معلقه كبيره من القشطه، معايا معلقه كبيره اهي من القشطه. شفتوا يعني زي معلقتين كده كبار برضو، بس انا ايه يعني عملتها كده كويس جدا عليها. طبعا اللبن بيبقى اللبن بتاع الرز ابو لبن ولا المهلبيه بيبقى اللبن بتاعه سايب، من اللي هو ايه من اللي عند السوبر ماركت اللي هو السايب يعني، عشان بيبقى مغذي عن التاني. وهسيبه بقى كده يستوي مع بعض وكل حاجه ونرجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله كده استوى بقى تمام معايا اهوت اهو. طبعا احنا معانا بقى ايه يعني اعتبر نص كوبايه كده من اللبن، زي كوبايه او نص من اللبن. هنزل بقى ايه ب4 معالق من النشا كبار، 4 معالق من النشا كبار اهوت. معلقه يعني ال2 ادي كده، اقول ايه كده هنقول 4 معالق، 4 معالق كده من النشا يا جماعه. طبعا هو الكيس كان معايا بوقع، فطبعا هدوبهم كده كويس جدا اهوت. وهحطهم بقى ايه على اللبن بتاعي اهو يا جماعه. قلبت كده وهنزل بقى ايه بالنشا بتاعتي اهو، اللبن بالنشا على رز بلبن بتاعي. بسم الله اهو. وهنقلبه كده كويس، و4 معالق من النشا كويس، او لو انت عاوزه تزودي بقى يعني معلقه كمان براحتك، مش حابه براحتك. شفتوا والقوام كده تقل معايا وبقى تمام. وهو يا جماعه شفتوا الرز بلبن بتاعنا بقى
شفتوا جميل ازاي اهوت. وانا كده الرز بلبن بتاعي كده بقى تمام. انا هغرفه بقى معاكم اهوت. بسم الله. انا بقى مش عايزاه اتقل من كده ولا اخف من كده. شفتوا كده تمام خالص معايا الرز بلبن بتاعي اهوت. بسم الله. هغرف معاكم كمان اهو. احنا قلنا نعمل حاجة تبقى حلوة مسكرة ونحطها بقى في التلاجة تسقع ويبقى تمام معانا كده. مش انتوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، تعملوا لي بقى لايكات كتيرة كده. تسلم ايديكم وتسلم ايدين اللي بعلق لي وبعمل لي لايكات. شفتوا الرز بلبن بتاعي بقى غرفته كلياته بسم الله ما شاء الله اهي. وشفتوا الحله، يعني شفتوا الحله مش لازق فيها حاجه ولا لازقه ولا اي حاجه ازاي. شفتوا شفتوا الدنيا تمام ازاي. احنا بقى هنسيبه لمده ساعتين، هنسيبه بالظبط لمده ساعتين في التلاجة. وهنبدا بقى ايه نطلعه واوري لكم بقى ايه كل حاجه بالتفاصيل قدامكم. شفتوا الرز بلبن بتاعي جميل جميل كده وخطير. شفتوا يعني الكرمشه ديت زي الرز بلبن اللي بره اللي انت بتجيبيه من المحلات، مع ان هنا في البيت اوفر واحسن وانضف. يعني ايه حاجه انت عاملاها بايدك اهوت. عملنا بقى الاطباق دي كلها اهو. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفوني انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامه. باي باي.